عشان تحفظ القرآن. لو أنا ما قريتش القرآن الكريم قبل كده وعايز أبدأ بالحفظ، أبدأ بقى بسورة البقرة ولا بسورة الناس؟ برغم ان سورة البقرة وسورة آل عمران ليهم اجر وثواب عالي جدا، والناس دايما تحب تقول لك انا حافظ البقرة وآل عمران، لكن ممكن جدا بما ان سورة البقرة وسورة آل عمران الاتنين طوال، ممكن في النص كده تحس بخمول او زهق هيسببه الشيطان ليك. الشيطان لما يلاقي همتك عالية ممكن يحسسك ان المشوار طويل، فلما تبدأ بقصار الصور، لما كل فترة كده تيجي تخلص صورة، او لما تخلص كذا صورة، او حتى لما تخلص جزء عامة كله، عارف حتى وقعها على نفسك كده تقول انا خلصت جزء عامة ولا انا لسه في اول جزء في سورة البقرة. بص، هي الفكرة كلها ان احنا عايزين نستمر. يعني لما تنوي تحفظ القرآن الكريم اهم حاجة نية الاستمرار، وبنحاول بأي طريقة نساعد نفسنا باننا نسهل الامر على النفس، عشان نفسك البشرية دي ما تحسش ان الامر تقيل عليها فتكسلك، لان كل يوم نفسك والشيطان هيقولوا لك يا عم خلاص، يا عم كفاية، بلاش، انت وراك شغل. فاحنا بقى مش عايزين الاحساس ده، حتى لو هتحفظ قدر قليل جدا، لكن اهم حاجة ان انت تكمل. فنصيحة ابدأ بجزء عامة وتبارك وقد سمع وهكذا.